ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكه دقيق الذره. بجد مفيش حد بيختلف عليها، حتى اللي ما بيحبش الكيكه العاديه دايما تلاقيه بيحب كيكه دقيق الذره. وهنعملها بمقادير مظبوطه، حتى لو اول مره تعمليها تطلع ان شاء الله ناجحه معاكي. انا هنا جبت 4 بيضات عشان انا هعمل صينيه كبيره، وعليهم معلقه كبيره من الخل. تمام. الخل بيفرق جدا في الكيكات، جربوا. وجبت كوباية ونص من السكر، ممكن يبقوا كوبايتين بس انا بشوف ان كوباية ونص مناسب قوي، وكوباية لبن وكوباية عصير برتقال، وممكن يبقى 2 لبن او 2 عصير برتقال اللي يعجبكم. وهنا جبت 4 كوبايات من الدقيق، 2 دقيق ذرة و2 دقيق ابيض عادي، ونخلتهم قبل ما احطهم في البولة دي. نخلت ال4 كوبايات. وطبعا ما ننساش رشة الملح عشان الملح ايه بيظبط الطعم كده. طبعا مش كل الملح ده، يعني هي كان باين هنا كتير لكن انا حطيت رشة بسيطة جدا. وهنقلب بقى كل الكلام ده حلو. هنحط في الخلاط بقى ال4 بيضات اللي اتفقنا عليهم، وهنحط معاهم معلقة الخل، وهنحط 3 اكياس من الفانيليا علشان زفارة البيض. بجد مش هتطلع زفرة خالص، يعني جربوا كده المقادير هتطلع معاكم مظبوطة جدا. وهننزل بكوباية ونص من السكر، ونضرب بقى كل الكلام ده حلو لغاية اما السكر يدوب تماما. وهننزل بقى بكوباية اللبن وكوباية البرتقال، ممكن يبقوا 2 برتقال او 2 لبن اللي انتوا عايزينه بقى، بس الميكس ده بيبقى حلو قوي يعني. ونضرب بقى حلو قوي. وهجيب بقى معلقة سمنة كبيرة وحبة زيت، يعني اقل من ربع كوباية. سيبك بقى من اللي بيقول كوباية زيت كاملة وكوباية سمنة وحاجات قد كده، لا لا، سيبك، المادة الدهنية مش بتفرق قوي على فكرة في الطعم. وعلى الدقيق بقى احط كيس بيكنج باودر، طبعا دول كوبايتين دقيق دول عليهم كوبايتين دقيق ابيض، عليهم كيس بيكنج باودر ورشة الملح ما ننساش. وننزل بقى عليهم بالخليط اللي في الخلاط ونقلب حلو قوي كده لغاية اما كله يمتزج. ونجيب بقى الصينية البايركس الكبيرة، احنا اتفقنا هنعمل صينية كبيرة، وندهنها حلوة قوي من كل حتة والجوانب لان البايركس بيلزق، خدوا بالكم. ندهنها حلو جدا بس، وندخلها الفرن بقى. طبعا احنا قبل اصلا لما نشتغل في الكيكة كنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، عقبال ما نخلص الكيكة بقى يكون ايه سخن. فكده احنا مدخلين الكيكة على درجة حرارة الفرن سخن. وهنا بقى كنت وريتها لكم ان هي استوت والخلة طلعت نظيفة. هنسيبها بقى تبرد شوية كده ونقطعها. وطلعت بالجمال والتحفة، بجد جربوها، خطيرة. وبصوا سواها كان مظبوط على الشعر، بصوا هقلبها لكم. بصوا كانت تحفة وهشة كده وفاتحة، على فكرة انها تبقى فاتحة كده من الخل بيفرق قوي في لون الكيكة، خدوا بالكم. بصوا هي بتتحدث عن نفسها يعني. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة بقى، اتمنى تجربوه يعجبكم. اشوفكم فيديو جديد.